يا مساء الجمال من شيماء جمال. النهارده كنت بعمل الغدا وانا ماسكه الحله فاتلسعت في الاربع صوابع دول. فالمهم طبعا مش هينفع ان انا اسيب الاكل ولا اطفي عليه ولا ما اعملش غدا. فعملت ايه؟ فرحت فاتحه الميه عليها. بدل ما تهدي الدنيا زادت اكتر وفضلت متألمة فيها. عايزه اقول لكم بجد اني الوجع كل مادة ما بيزيد عليا. وبعدين بيني وبين نفسي كده قلت ايه، طب هجيب مرهم وايه وادهنها. ما عنديش وقت، ما حصلش. تجاهلت الوجع، زاد اكتر عليا. بعدين رحت واقفه لحظه صمت كده ما بيني وما بين نفسي وقلت ايه، طبعا مش I'm strong والجو ده لا خالص. انا حاسه بالوجع كويس جدا وانا متألمه فعلا، وانا ههدى شويه. الدنيا مش هيحصل لها حاجه، يعني السما مش هتقع على الارض لو ما عملتش الاكل. هستنى لما ايدي تهدى شويه وبعد كده هقوم اكمل الاكل. والله قعدت ما بيني وما بين نفسي لحظه وشفت الوجع اللي في ايدي ده زي اي وجع بمر في حياتي. الوجع اللي في ايدي انا مجرد ما قلت كده لقيت الوجع هد عليا، ولقيت الحمد لله يعني الدنيا هديت عليا جدا. بجد انا كنت مبسوطه جدا، وطبعا قلت ان ده مثال لاي وجع بيحصل في حياتنا. احنا للاسف مش بنتقبل الالم ولا بنتقبل الوجع، ولكن احنا بنرفضه، احنا بنسيبه، احنا اقوياء، احنا يعني انا قوية والجو ده لا، ده في حاجات وفي حاجات. لكن لما ابتديت اتقبل الوجع بقى الوجع يروح لوحده. لما ابتديت احس ان انا اقوى منه لكن انا قبلك مش رافضاك، فاقتنعت ان كلام التنمية البشرية وعلم النفس والحاجات اللي بسمع عليها للدكاترة هي فعلا فعلا صح 100%. تقبل الوجع اللي في حياتك، تقبل الألم اللي في حياتك، وصدقني لو حسيت ان انت لا حول ولا قوة، انت قوتك كلها في انك تتقبل الألم لانك اقوى منه، واللي اقوى منك هو نفسه ربنا اللي اداك الألم ده. وكمان في حاجة كمان خاطر جالي وقال لي ان اهو وجع دخل حياتك وانتي مش بتعملي حاجة غير انك بتعملي الغدا. هتكملي ولا هتسيبي وتهربي وما تواجهي؟ لا، انا تقبلت الوجع وهديت وقمت وكملت الغدا. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا ايدي ونفسي هما اللي بيقوموني وهما اللي بيساعدوني طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى. فدي كانت رسالة ربنا ليا النهاردة. دمتم سالمين والسلام عليكم. دمتم سالمين دي بتهيألي بتاعت ام جاسر، مش عارفة جبتها ازاي. يلا اشوفكم على خير.